السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب يوم جديد ويوم سعيد عليكم كلكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. النهاردة هعمل المحشي، وهعمل فراخ وملوخية صعيدي اللي هي الملوخية الناشفة دي. هنبدأ يومنا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يا رب تكونوا كلكم بخير يا رب، وبصحة وسلامة وعافية. حطيت الفراخ على النار وزي ما انتوا شايفين، وحطيت التوابل بتاعتها، وهنبدأ هنا بالخلطة بتاعة المحشي. معانا زيت ومقطعين بصل. انا حطيت التوابل الفراخ اللي كلكم بتحطوها العادية، يعني ورق لوري، حبهان، بصل، طماطم، فلفل اسود اهم حاجة. هنا نزلت بالبصل، البصل بتاع المحشي. هنعمل النهاردة يا جماعة محشي مشكل، ودي احلى اكلة ممكن الواحد ياكلها في الشتاء. بجد حاجة كده مفيش احلى من كده ولا اروع من كده. حاجة تدفينا كلنا في التلج اللي احنا فيه ده. بصوا، هنا انا كنت مقطعة بصلتين، وكنت مجهزة توم، وكنت مجهزة هنا الفلفل والخضرة، وما كانش عندي بتنجان بصراحة، كان عندي بتاع 3-4 وحدات كده. وكنت جبت كوسة بعد كده عملتها. عايزة اقول لكم ان احلى اكلة بجد محببة لقلبي قوي قوي قوي، وشاطرة فيها ومعروفة في العيلة ان انا شاطرة فيها جدا، هو المحشي. هنا عايزه اقول لكم ان البصل انا عامله بصلتين كبار، بس هما مش باينين في التصوير، مش عارفه بقى ليه، يمكن عشان الحله كبيره. المهم حمرت البصله تمام، ونزلت عليها بمعلقه توم تمام مفروم. وانا عندي هنا مقطعه البصله بالسكينه، لان الكبه بتاعتي بصراحه بايظه تمام. الكبه بتاعتي الفيشه بتاعتها بايظه. وهنعمل البصلة نحمرها، ونزلنا بالثوم زي ما انتوا شايفين، وضربنا الطماطم في الخلاط، واحنا حطينا الطماطم في الخلاط تمام، وحطينا عليها 4 قرون فلفل، بس فلفل بقى من اللي هو الحراق، الفلفل اللي هو الشطة ده، هو فلفل اخضر بس حراق. انا بصراحة بحب الشطة جدا في المحشي، يعني لازم احط الطماطم وعليها صلصة. وزي ما انتوا شايفين الطماطم اهي مضروبة، دي عليها فلفل يا جماعة. ونرجع تاني نقلب في البصلة. وهنا عندنا بقى خضرة، منظر الخضرة بصراحة من احلى الحاجات اللي انا عيني بتحب تشوفها. هنا ابني واقف معايا في المطبخ بيغلس عليا، ربنا يحفظ ولادنا جميعا يا رب. وهنزل بالطماطم زي ما انتوا شايفين كده بعد ما تحمر البصلة كويس. عايزة اقول لكم ان البصلة لما بتتحمر كويس الصلصة بتطلع حلوة، لكن البصلة لما بتبقى نص سوا صدقوني الطعم بيبقى مش حلو، والطماطم بتطلع مش غامقة، ما بتاخدش التسبيكة الصح. عشان تسبكي صح بجد لازم، هو المحشي مش اساسه يعني التسبيك، كل واحد وبراحته، بس انا بحب الخلطة بتاعت المحشي تبقى متسبكة كويس ومظبوطة، وتوابلها مظبوطة، وما بحبش التوابل كتير. يعني توابل المحشي بالاخص هو الفلفل الاسود والكزبرة والكمون تمام. ما بحبش بقى احط بهارات لحمة والكلام ده على توابل المحشي، لانها بتقلبها حاجة تاني خالص، ما ينفعش. هنا نزلنا بالطماطم زي ما انتوا شايفين كده حبايبي، وادي التوابل زي ما بقول لكم. الكزبره اهم حاجه، الكزبره كتري يا حبيبه قلبي الكزبره الكزبره بتعشق المحشي، والمحشي بيعشق الكزبره. يا رب يوم سعيد يا رب عليكم جميعا يا رب. وهنا حطينا الكمون برضو، نزلنا نص معلقه كمون تمام. وهنحط بقى فلفل اسود طبعا مش هننساه، والملح اهم حاجه.
ونحط مرقة. اللي عايز يضيف مرقة يضيف، اللي مش عايز براحته خالص ما يضيفش، ده اللي يريحكوا بقى. بس بصراحة انا اليوم اللي انا بعمل فيه محشي بكون مبسوطة. شايفين طبعا ايدي ملسوعة من المطبخ. هنا حطيت كيس صلصة، وعلى فكرة كنت حاطة كيس تاني بس انا ما صورتهوش يعني. من الاكلات المحببة ليا بصراحة المحشي جدا، وانا بعمله بكون مبسوطة بصراحة يعني، بيبقى مزاج عندي. شايفين الخلطة حلوة ازاي؟ شايفين؟ عشان البصلة اتحمرت كويس، لازم البصلة تبقى متحمرة كويس ومتسبكة كويس بتاعة المحشي. ده بالنسبة لي انا. في ناس بتحب المحشي ني في ني، برضو وجهة نظر تحترم. في ناس معدتها بتبقى تعبانة. اهو شايفين نزلت ب2 مرقة. ما اقدرش اعمل محشي او اكل ما احطش فيه مرقة بصراحة. اهو. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ما تنسونوش يا حبايب قلبي في اللايك الجميل منكم، وده فضل وليس امر. واي حد شايف القناة يا ريت يشترك لي، يا رب القناة تكبر بيكم يا رب. نفسي بصراحة احقق شروط نجاح القناة. نفسي بجد بجد بجد. ان شاء الله يعني بعد ما احقق الشروط دي ان شاء الله، يعني ناوية اطلع لكم بوشي ان شاء الله باذن الله. نكون عرفنا بعض ونكون تعرفنا على بعض في القناة، وان شاء الله اطلع لكم بوشي. هنا زي ما انتوا شايفين نزلت بالرز. الرز ده كان مغسول تمام، مغسول كويس. وهنا الرز انتي حطيه زي ما انتي هتعملي الكمية اللي انتي هتعمليها. انا هنا حاطه بتاع 1.5 كيلو رز. اوكي. وتبان لكم ان الخلطة مش حمرا، بس هتشوفوا دلوقتي هتبقى حلوة يعني، هتتظبط وهتبقى حلوة. على فكرة انا الفيديوهات اللي فاتت حكيت قصص، فاللي حابب انا حابة ان انا اقول لكم قصص يعني، فاهمين؟ بس ان شاء الله الفيديو الجاي يمكن انزل لكم قصة جديدة. الفيديو ده عشان المحشي بقى والدبكة وكده، وكنت حابة بصراحة. طبعا انا بطرطش يمين وشمال مش عارفة ليه. مش ع... الفيديو ده حابة بصراحة اقول لكم يعني تكات المحشي بالظبط للي يتفرج على الفيديو. ما في ناس ما بنات ما بتعرفش تعمل اكل، نكسب ثواب برضو مع بعض ويتعلموا تكات المحشي المظبوطة. هنا على فكرة الرز كان اتعمل والتسبيكة اتعملت والرز برد شوية، وانا لازم انزل بالخضرة والرز بارد شوية. ليه بقى منزلش بالخضرة في الاول؟ ليه؟ لان انا لما بنزل في الخضرة في الاول تمام في التسبيكة، عايزة اقول لكم ان الخضرة بتتهري. لما انتي بتلفي المحشي والخضرة بتبقى خضرة كده، بياخد الطعم اكتر في صباع المحشي الخضرة، فبيبقى بصراحة جميل جميل جميل. هنا زي ما انتوا شايفين كنت خلصت رز. شايفين المنظر؟ الرز هنا حلو واحمر، كانت اتسبكت كويس. رصينا الحلل كده، رصينا القعر كده. هنا خضرة كزبرة وشبت، وهنا ورق كروم زي ما انتوا شايفين قاعدة بلف. وطبعا لازم كوباية الشاي عشان الواحد دماغه بصراحة اليوم كله ربنا يعلم بيه. وهنا عايزة اقول لكم ان ابني ربنا يبارك فيه يا رب ويبارك في اولادكم، لا ما تلفش ومش عارفه ايه، لا يا ماما انا عايزه اساعدك. وبصراحه هو بيلفف معايا ورق الكرومب ده، ولافف معايا بصراحه زي الصباع اللي انا بعمله سبحان الله. طلع حلو يعني. وهنا الفلفل والبتنجان، مكانش عندي غير 3 بتنجانات، ورحت بعد كده ضفت عليهم كوسه. محشي الكوسه ده برضو في حته تانية. واهم حاجه الشوربه يا جماعه، ظبطوا الشوربه مرقه وظبطوها، حطوا لها صلصه كيس او كيسين صلصة. والله الاكل لما بيظبط صح بيطلع ما شاء الله تبارك الله يعني، بيطلع جميل. الشوربة لما تكون متظبطة، دي شوربة الفراخ اللي احنا سلقناها اتسلقت. وهنعمل ملوخية بقى صعيدي بقى، اللي هي الناشفة دي بطريقة الصعايدة. وهنا لا لازم احط المرقة، لازم انزلي بمكعبين مرقة على الشوربة. دي شوربة المحشي فقط. تمام. ونزلت برضو، عايزة اقول لكم ان انا نزلت برضو بشوية طماطم
تمام. وهنا دي اللي في الحله دي الصغيره دي بتاعه الملوخيه الصعيدي، لازم يتحط لها طماطم كده مضروبه في الخلاط وقرن فلفل وشويه توم في الاول في الشوربه، والشوربه بتغلي. هنا كنت حاطه الصلصه اهو وعليها طماطم زي ما انتم شايفين. مش عارفه هو التصوير مش باين قوي بس اهو اهو ما شاء الله. بصراحه المحشي ده بيخليني في حته تاني. ما تنسوش يا حبايبي اللايك والاشتراك في القناه. ربنا يبارك لي فيكم يا رب، يا رب ويبارك في اولادكم يا رب. هنا نزلت بالكوسه اللي انا حشيتها دي اخر حاجه، لان ما كانش فيه غير فلفل و3 بتنجان بس اللي كانوا موجودين في التلاجة. وهنا ابني واقف معايا برضو في المطبخ. بس انا كده خلاص يعني. ودي الشوربه الحله الصغيره دي شايفين شكلها واو ازاي. الملوخيه عايزه اقول لكم الناشفه دي طلعت تحفه والله العظيم، جربوها في الشتاء. الملوخيه الخضراء ما بتبقاش احلى حاجه، مبتبقاش البلدي. جربوا الملوخيه الناشفه دي، انا ما كنتش بحبها ولا بحب اعملها. لما اتعلمتها صح بجد والله بقيت بعملها وبتبقى جميله جدا، احلى من الخضره كمان. اهم حاجه تحطوا طماطمتين كده وقرن فلفل مضروبين في الخلاط، تمام، ومكعب مرقه في الشوربه وشويه توم صغيرين. انا حاطه كل ده في الشوربه على فكره. وهنا بعمل التوم وبحمر التوم، وفي الاخر هنزل بالكزبره اهو. شايفين الملوخيه؟ عايزه اقول لكم ان الملوخيه دي يا جماعه انا حطيت لها شويه ميه وقلبتها في الميه من الحنفيه الاول، بتبقى عامله زي الخضره، الملوخيه الخضره الفريش. شايفين المنظر؟ اقسم بالله والله كان طعمها تحفه. اعملوها بالطريقه اللي انا بقول لكم عليها دي. واهم حاجه الطماطمايه دي وقرن الفلفل وشويه التوم اللي في الشوربه. وزي ما انتوا شايفين طلعت والله طلعت جامده ما شاء الله. ربنا يحفظكم يا رب ويحفظنا ويحفظ اولادنا جميعا يا رب، ويرحم موتانا يا رب ويشفي مرضانا. وهنا نزلت بالثوم اللي كنت حاطاه حمرته، وفي الاخر حطيت شويه كزبره زي ما قلت لكم. وهنا الطاسه دي ما حدش يتريق على الطاسه بتاعتي لو سمحت. هنا الطاسه دي كنت هعمل فيها فراخ بقى محمره. وانا بحط الزيت اللي انا بحمر فيه الفراخ هقول لكم تركايه حلوه قوي. بحط مكعب المرقه ده بيودي الفراخ في حته تانية. ما عندكيش مكعب مرقه يا شطوره انت وهي يا قمرايه، حطي شويه فلفل اسود وشويه ملح بحيث برضو ان الفراخ ما تلزقش تحت في الطاسه. يا رب الفيديو يكون عجبكم يا رب يا رب يا رب، واشوفكم بكل صحه وكل سعاده يا رب. ودعموني ويا رب القناه تكبر بيكم يا رب يا رب يا رب. نفسي بصراحه اوصل والقناه تكبر بيكم، ونفسي بصراحه اطلع لكم بوشي لان اكيد هتحبوني طبعا. مش غرور، بس انا الحمد لله يعني زيكم يعني انسانه طبيعيه وطيبه والحمد لله يعني. ربنا يصلح حالنا وحالكم جميعا يا رب. بصوا المحشي شايفين يا لهوي، ده في حته تاني، ده واخد القلب في حته تاني خالص.